العزاء، أقامت إذاعة الصين الدولية بالاشتراك مع مجموعة سونكين إيب في ماكاو مسابقة عالمية عن معلومات ماكاو لمدة نصف السنة استقبالا لعودة ماكاو إلى الوطن الأم. وعرفت فيها إذاعة الصين الدولية مستمعين في العالم بتاريخ ماكاو وأحوالها ومستقبلها والنقاط الرئيسية لقانون ماكاو الأساسي، تعريفا منتظما باللغة الصينية و4 لهجات محلية و38 لغة أجنبية أخرى، مما أثار صدى شديدا فيما بين المستمعين الأجانب لإذاعتنا ولقي اهتماما وترحيبا شاملا. واشترك فيها مستمعون من مختلف الدول بنشاط لم يسبق له مثيل في التاريخ. وقد تسلمت إذاعة الصين الدولية أكثر من 270,000 رسالة إجابة من مستمعين في أكثر من 150 دولة أو منطقة حتى اليوم 12 من مارس الماضي، لما سجل رقم القياسي الأعلى في مسابقات المعلومات الإذاعية المماثلة المنظمة لإذاعة الصين الدولية. هذا وقد أقيمت في ماكاو في 30 من مارس الماضي حفلة توزيع جوائز المسابقة العالمية عن معلومات ماكاو تحت إشراف إذاعة الصين الدولية ومجموعة سونكين إيب في ماكاو، وذلك احتفالا بالذكرى الخامسة لإصدار قانون ماكاو الأساسي. وحصل 6 من مستمعي إذاعتنا المحظوظين من الأردن والولايات المتحدة وروسيا والبرتغال واليابان والهند على كؤوس الجوائز الخاصة. وحضر الحفلة نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني شاوي تشان وما وانتي، ورئيس فرع وكالة أنباء شينخوا لدى ماكاو وان شيجان، كما ألقى كل منهم كلمة. ويروا أن مسابقة المعلومات عن ماكاو التي أقيمت قبل عودتها إلى الوطن الآن قد لعبت دورا إيجابيا لرفع شهرة ماكاو وإظهار صورتها الجيدة لدى العالم. وعبروا أيضا عن سعادتهم التامة بنجاح هذه المسابقة. وقدم السيد تشان جانخوا رئيس إذاعة الصين الدولية في الحفل الأحوال الأساسية لهذه المسابقة، وعبر عن شكره لمستمعين من مختلف البلدان والمشتركين بحماسة في هذه المسابقة، والذين عبروا أيضا عن اهتمامهم الحار وعواطفهم الودية تجاه الصين وماكاو. وبعد عودة الفائزين 6 إلى بكين، أجرى مراسل إذاعتنا هارويان مقابلة إذاعية مع أحدهم السيد حسن علي وهو مستمع إذاعتنا من الأردن، ونقدم لكم في حلقتنا اليوم هذه المقابلة. السيد حسن علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء أهنئك بفوزك بالجائزة الخاصة وزيارتك إلى الصين، ثم نشكرك على قبول مقابلتك الصحفية هذه لنا. وسؤالنا الأول هو أن تقدم نفسك لنا ولكل أصدقائنا المستمعين. بالطبع أنا سعيد بهذا اللقاء وهذا شرف لي، وأعرف نفسي لكل الأصدقاء وصديقات في كل أنحاء العالم وفي الوطن العربي بشكل خاص. أنا اسمي حسن علي محمد حسن، الجنسية مصري، الديانة مسلم، تاريخ الميلاد 19 يوليو لعام 1968. الحالة العائلية أعزب، الهوايات متنوعة، منها السفر والمراسلة ومنها معرفة شيء عن كل شيء، وأنا سعيد جدا بلقائي معك الآن. متى بدأت تستمع إلى برامج إذاعتنا؟ وهل كنت من الصدفة تسمعها لأول مرة؟ في الحقيقة
منذ عامين تقريبا وانا استمع الى برامج القسم العربي لإذاعة الصين الدولية، ولم يكن سماعي لها بالصدفة، ولكنني حصلت من القسم العربي على رسالة تفيد بمواعيد بث القسم العربي، وتفيد ايضا بالضغطات العاملة والموجات التي تبث عليها البرامج للقسم العربي، بالضبابات التي يبث القسم العربي بها برامجه في الساعات الثلاثة. وايضا علمت بهذه الشؤون من خلال مراسلتي للقسم العربي بإذاعة الصين الدولية. فلم يكن استماعي لبرامجكم بمحض الصدفة، ولكن كان بمساعدة القسم العربي وبمساعدة ايضا كل العاملين الذين اقام لهم في قلبي كل محبة وكل تقدير. باعتبارك مؤسسا ورئيسا لمجلس الإدارة لنادي كوكب الشرق للمراسلات الدولية، وعيد النادي مستمع إذاعتنا في الأردن، هل يمكنك أن تعرفنا بتاريخه وأحواله؟ في الحقيقة نادي كوكب الشرق هو من مستمعي إذاعة الصين الدولية، ليس فقط في الأردن ولكن في 16 دولة عربية. ومن المؤكد أنه لا يخفى عليكم أن نادي كوكب الشرق له أعضاء كثر في الوطن العربي وخارجه أيضا خارج الوطن العربي. فالإذاعة الصين الدولية وبالذات للقسم العربي مستمعين كثر في كل مكان وفي شتى أرجاء العالم وبكل اللغات. فلا يخفى على المستمعين أن إذاعة الصين الدولية تبث برامجها ب 43 لغة ومنها اللغة العربية، لأنها برامج شيقة وممتعة وغالبا تكون منوعة ومختلفة. ما هو شعورك في حفلة توزيع جوائز المسابقة، وماذا تريد أن تقول الآن إلى أعضاء ناديك؟ في الحقيقة شعوري بعد فوزي بالجائزة الدرجة الخاصة لا أستطيع أن أعبر عنه ولا أستطيع أن أصف مدى الفرحة والسعادة التي تغمرني وتعمني الآن، لا سيما عندما علمت أن عدد الرسائل الذي وصل إلى 270 ألف رسالة وصلت من 150 دولة ب 43 لغة. هذا الكم اندهشت جدا عندما شاهدت نماذج منه في المعرض الذي أقيم للإذاعة في ماكاو. ومن اللطيف أنني رأيت عدة نماذج لرسائل أرسلت من قبل نادي كوكب الشرق في شتى أرجاء الوطن العربي، وهذا شيء اندهشت له جدا. والتقطت هناك صور تذكارية سأعود بها إلى أعضاء النادي وسيعرفون أن هذا ليس فقط مجرد حديث، ولكن أنا كنت في غاية السعادة والسرور عندما شاهدت هذا المعرض الذي ضم عددا كبيرا من الرسائل بلغات متعددة. كما أنني أود أن أعرض لكل الأصدقاء والصديقات أنني في غاية السعادة والسرور، ولم أكن أصدق نفسي عندما علمت من القسم العربي وأنني فزت بجائزة الدرجة الخاصة. أصدق نفسي لأنني كنت في غاية السعادة، حتى كنت سعيد جدا بهذا الفوز الذي أعده تحقيق إنجاز كبير لنادي كوكب الشرق، وسيظل إلى الأبد ذكرى عطرة، لا سيما كما ترى أنني أحتفظ بهدايا تذكارية جميلة، كأس حصلت عليها من إذاعة الصين الدولية، وأيضا شهادة تقدير، وأيضا كما تشاهد أن هناك مربع ذهبي من شركة سانكينج ويب. كل هذه الهدايا ستظل في نادي كوكب الشرق ذكرى إلى الأبد، وبالطبع سيتعرف عليها كل الأصدقاء والصديقات في كل أنحاء الوطن العربي، منهم من سيشاهدها مباشرة ومنهم من سيراها
من خلال الصور. بالطبع انا سعيد جدا ولا استطيع ان اعبر عن سعادتي بهذه اللحظات، ولا سيما عند تسلمي الى هذه الجوائز وهذا الكأس الذي اعده اغلى من كؤوس العالم كلها. موضوع انتباهك عن السن قبل وصولك اليه وسعادته او حاليا؟ في الحقيقة انطباعاتي عن الصين كلها كانت استنتاجات وتوقعات وتخيلات وتصورات، ولكن بعدما شاهدت كل شيء بأم عيني اختلف الأمر تماما. فأنا أشعر الآن بسعادة بالغة لأنني تعرفت على الشعب الصيني من شتى النواحي، وأيضا من الملفت للنظر أن الشعب الصيني شعب محب للصداقة ومحب أيضا للسلام، وبالطبع السلام أصبح هدف للجميع. لكني وجدت أنني أشعر بأنني لست في غربة كالجميع، فوجدت أيضا الشعب الصيني شعب مبتسم، ترى الابتسامة على وجوه الجميع في كل الأوقات، وأيضا هذا يدل على صفاء ونقاء القلوب والمحبة بين الشعب الصيني والشعوب العربية. ومن المعروف أن الصين ستستأنف ممارسة سيادتها على منطقة ماكاو في العام القادم، وماذا تعرف عن أحوال ماكاو من خلال زيارتك؟ في الحقيقة معرفتي لماكاو ربما يطول فيها الحديث، لأنني قضيت هناك أيام ولن تنسى. في الحقيقة ربما يطول بنا الحديث عن منطقة ماكاو، لأن منطقة ماكاو منطقة مهمة جدا. أما منطقة ماكاو شبه جزيرة في هذا المنظر الذي شاهدناه على الطبيعة، جمالا ساحرا يأخذ القلوب قبل العيون، فهذا الجمال لن أنساه. فماكاو تعتبر موقع استراتيجي ممتاز بالنسبة للسياحة. منطقة ماكاو منطقة مهمة جدا لأنها ميناء جوي وأيضا ميناء بحري وأيضا ميناء بري. تستطيع الدخول إلى منطقة ماكاو بأي شغل، كان جويا أو بريا أو بحريا، لأن منطقة ماكاو منطقة صغيرة وليست مزدحمة بالسكان، بل هي منطقة هادئة، لأن سكان هذه المنطقة لا يزيدون عن 450 ألف نسمة. فهي منطقة صغيرة وجميلة وهادئة. أأمل وأطمح أن أعود إلى منطقة ماكاو في 20 ديسمبر عام 1999. في 20 ديسمبر من العام المقبل في موعد رجوع منطقة ماكاو إلى أحضان الوطن الأم الصين الشعبية. بالطبع سيكون لماكاو مستقبل باهر ومزدهر في خلال السنوات الخمسة القادمة. أنت تعرف أن هناك استصلاحات وأن هناك مشاريع تقام الآن في منطقة ماكاو. أعتقد أن منطقة ماكاو في عام 2005 ستصبح منطقة هامة جدا جدا، من أهم المناطق السياحية أجمعين في الصين الشعبية. وهو رأيك في العلاقات بين الشعب الصيني والشعوب العربية والشعب المصري خاصة ومستقبلا؟ في الحقيقة رأيي في العلاقات بين الشعب الصيني والشعوب العربية بصفة عامة والشعب المصري بصفة خاصة، أعتقد أن ليس هناك في الأمر أي خلاف، وعلاقة الصين بالشعوب الأخرى هي علاقة جيدة، واتضح كذلك في موقف الصين بجوار العراق في الأزمة التي تعرض لها العراق. وشهد العالم كله جهودا دبلوماسية صينية في هذا الشأن، حيث أننا شاهدنا جميعا أن الصين بذلت قصارى جهدها من أجل تجنب أو من أجل تجنيد